كمان النوع الثالث معايا وهو البول. البول ده اختصار لكلمة بوليان، اختصار لكلمة ايه؟ بوليان، معلش بوليان. تمام. وبوليان دي بتديني قيمتين، لا اما قيمة ترو لا اما قيمة فولس، لا اما قيمة ترو لا اما قيمة فولس. تمام قوي. طب عايزين نتاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده. هقول لك ان عندي برنت، بحط التايب والكوز بتاع التايب، واحط مثلا كلمه ترو. فحطيت كلمه ترو هنا، فاروح اشوف النوع بتاع ترو ده ايه. فاما رن لي الكود هيقول لي هنا ان هي بول، نوعها بول. تمام. وكذلك لو جيت هنا وحطيت بدل الترو ديت حطيت فولس، ولاحظ ان انا بكتب فولس الاف كابيتال والترو التي كابيتال. تمام. كود وذا سم من الصفر نبدأ نوصل للأحلام. يا سلام. لابتوب مفتوح قلبك مليان. اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده هنفهم مع بعض ايه هي انواع البيانات في لغه بايثون. خلينا يلا نبدا على طول عشان ما نطولش في المحاضره دي ان شاء الله. اول انواع معايا وهو النوع اللي هو النمبر. الارقام يا عم عصام، تنقسم الارقام عندي في لغه بايثون الى 3 انواع. اول نوع معايا وهو الانتجر او رقم صحيح اللي هو الانت، وده اختصار كلمه انتجر، ودي معناه اللي هو رقم صحيح، معناه اللي هو رقم صحيح. تمام. زي ما اقول 10 كده، وزي ما اقول 90، وزي ما اقول 105، فده او 107، ده ارقام كلها صحيحه. تمام. فلو عايزين نعرف الكلام ده صح ولا غلط، تعال نشوف. هنعمل فانكشن اسمها تايب. عندي فانكشن جديده اسمها تايب، والتايب دي بتعرف نوع البيانات. فلو حطيت تايب، طبعا بحط اي فانكشن بحط لها اقواس، وبحط ايه؟ وبحط طبعا القيمه جواها او الاوبجكت جواها. فهحط مثلا القيمه 100 مثلا، فعشان نعرف القيمه 100 ديت نوعها ايه، فهيقول لي ده نوعها الكلاس بتاعها هو انت، والكلاس ده معناه اللي هو الصنف، صنفها ايه؟ صنفها انت، وانت ديت اللي هي انتجر، رقم صحيح ما فيهوش كسور. كمان عندي النوع الثاني في الارقام، عندي النوع الثاني اللي هو الفلوت، وده الفلوت ده بيبقى رقم غير صحيح او رقم فيه كسور. يعني ايه رقم فيه كسور؟ يعني لو قلت مثلا 10 ونص، قلت مثلا 107 من 10 مثلا، فطالما في كسور بالشكل ده يبقى ده رقم فلوت. تمام. طب عايزين نتاكد، تعالى نتاكد. هعمل برنت بالشكل ده، ونحط النوع اللي هو تايب، وتايب دي بتاخد الاقواس، بنحط لها الاقواس، وبنحط كمان القيمه اللي احنا عايزين نشوفها. فمثلا نحط 10 ونص المره دي، 10 ونص عشان نتاكد. تمام. يعمل رن للكود كده بتاعنا، فقام مطلع لي ايه؟ قام مطلع لي فلوت اللي هو نوعها هيكون فلوت. تمام. لو شلنا مثلا ال10 ونص وعايزين نتاكد، مثلا حطينا مثلا 100 ونص مثلا، او 107 او 100 ونص عادي، ورن الكود هيقول لي برضه نوعها فلوت. فاذا اي رقم فيه كسور بنسميه فلوت، اي رقم صحيح بنسميه انتجر. عندي النوع الثالث من البيانات في النمبر في بايثون، النوع الثالث، وبنسميه ايه؟ بنسميه طبعا حاجه اسمها الكومبلكس. الكومبلكس اللي هو يعني معقد. يعني ايه معقد؟ يعني بيبقى فيه رقم وحرف 4J مثلا او 2J مثلا. فلو عملت كده عملت برنت وحطيت هنا، حطيت التايب وحطيت القوس بتاع التايب وحطيت 4J مثلا، وشغلت كده الكود، فقام قال لي ده نوعها كومبلكس. ده نوعها ايه؟ كومبلكس. النوع البيانات ده انا مش بستخدمه كتير، ولكن تعرفه برضو يبقى انت تعرف كل حاجه احسن. تمام. عرفت كده انواع البيانات اللي موجوده في النمبر، اذا كان بقى النوع انتجر او النوع فلوت او نوع كمان كومبلكس. تعال نروح لكمان النوع الثاني عندي اللي هو الاس ار او السترينج. يبقى الاس تي ار او الايه؟ السترينج. يعني ايه سترينج؟ السترينج اللي هو النص. تمام. زي اي حاجه ما بين علامات التنصيص، اذا كانت بونت علامات التنصيص دي دبل كوتيشن او سنجل كوتيشن، اذا كانت دبل كوتيشن او سنجل كوتيشن. فخلينا نكتب كده برنت، ونعرف واكتب تايب بالشكل ده، واحط الاقواس بتاعه التايب، واكتب جوه التايب حطيت دبل كوتيشن، واكتب ارقام اي حاجه بقى، وارن للكود هيجيب لي نوعها سترينج. نوعها ايه؟ اس تي ار اللي هو سترينج. تمام. لو شلت الدبل كوتيشن دي وحطيت سنجل كوتيشن، خلينا نشيل دي مثلا، خلينا نشيل الدبل كوتيشن مثلا ونحط سنجل كوتيشن المره دي عشان تبقى عارف برضو.
واحط اي حاجه، اي نصوص او اي تكست، وارن الكود فقال لي برضه نوعها str اللي هي string. تمام. ويبقى كده احنا فهمنا السترنج اي دبل كوتيشن، اي سنجل كوتيشن، اي حاجه ما بينهم بقى بنسميها str او string. تمام. او كمان النوع الثالث معايا وهو البول ده اختصار لكلمه بوليان. اختصار لكلمه ايه؟ بوليان. معلش بوليان. تمام. وبوليان دي بتدينا قيمتين، لا اما قيمه ترو لا اما قيمه فولس، لا اما قيمه ترو لا اما قيمه فولس. تمام قوي. طب عايزين نتاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده. هقول لك ان عندي برنت، بحط التايب والكوز بتاع التايب، واحط مثلا كلمه ترو، فحطيت كلمه ترو هنا، فاروح اشوف النوع بتاع ترو ده ايه، فاما رن لي الكود هيقول لي هنا ان هي بول، نوعها بول. تمام. وكذلك لو جيت هنا وحطيت بدل الترو ديت حطيت فولس، ولاحظ ان انا بكتب فولس الاف كابيتال والترو التي كابيتال. تمام. لاحظ ان التي كابيتال لو عملتها سمول غلط. تمام قوي. هنا برضو قام قايل لي بول، ان الفولس دي بول وكمان الترو بول، يبقى ده النوعين. كويس قوي. كده عرفنا ثالث قيمه معانا. يبقى كده اول حاجه عرفنا القيمه اللي هي النمبر. عرفنا النمبر دي بيبقى فيها 3 قيم اللي هو انتجر وفلوت وكومبلكس. عرفنا كمان السترنج، وعرفنا ان السترنج ده لازم تخزنه ما بين علامات تنصيص، وكمان عرفنا البوليان اللي هو عباره عن ترو وفولس. وخلي بالك من البوليان ان هو التي كابيتال والاف كابيتال، لو جينا شلنا الاف دي وعملناها سمول بالشكل ده فهيقول لك ده ايرور. طب عايزين نعرف نوع الايرور ده ايه. هيقول لي ان هو مش معرف اصلا، ان في كلمه فولس دي مش معرفه. يعني ايه مش معرفه؟ يعني هي مش معرفه ان هي سترينج. المفروض لو هي نص بتحطه ما بين دبل كوتيشن. تمام. ولو هي قصدك ان هي تبقى بوليان فالمفروض تبقى كابيتال. تمام. يا رب تكون فهمتوا الحكي كويس قوي. تعالى للنوع الرابع معايا وهو النوع اللي بنسميه الليست. يعني ايه الليست بقى؟ الليست دي القائمه، والقائمه دي بنحط فيها كذا حاجه او كذا ممكن نحط كذا قيمه او كذا متغير جواهم قيمه. تمام. فخلينا كده نبدا نعمل متغير نسميه اكس. خلي بالك ان الليسته هي بتاخد السكوير براكتس دي، وتحط جوه الليسته ديت اي حاجه. مثلا احط رقم، وخلي بالك الليسته دي بتاخد نصوص، تاخد ارقام، تاخد اي حاجه، بتشيل اي حاجه. تمام. يعني حطيت رقم صحيح، ممكن احط كمان 10 ونص وده رقم فلوت، وممكن احط كمان معاهم سترينج، ممكن احط سترينج معاهم كمان، وكمان احط اي حاجه معاهم. تمام. لو عملنا متغير بالشكل ده وانزل له القيمه دي، مثلا خلينا ننزل له القيمه دي، عملنا متغير خزنت فيه القيمه دي. تمام. عايزين نطبع القيمه دي فنطبعها بالشكل ده اللي هو ايه؟ برنت اكس. تمام. اشغل ارن للكود فلقيته طبع لي القيمه دي اللي هو 1 و10 ونص. شوف بيقول لي هنا ايه؟ ليسته. تمام. ارن للكود هيقول لي ليست. الله ينور عليك، هلاقيه ليست. كويس قوي. كده فهمنا الليست. عايزين نعرف كمان اللي بعدها. عندي حاجه او نوع النوع الخامس ولا الرابع؟ 1 2 3 4 5. النوع الخامس اللي هو الطبل. طب ايه الطبل ده؟ الطبل دي عباره عن رابطه، بنسميها رابطه لان هي مش بتفرق كتير عن الليست في حاجه. يعني هي نفس الليست دي بتاخد ايه؟ بتاخد سكوير براكتس. الطبل هنا بتاخد الاقواس العاديه او البريسز العاديه. تمام. فلو جينا حطينا كده، عملنا واي وقلنا بيساوي، وقلنا حاطين القيمه دي. تمام. القيمه دي خدناها كده وحطيناها هنا عشان اعرفك ان هي نفس القيمه ممكن تتاخد، ولكن هغير الاقواس. بدل ما هي سكوير براكتس هحطها ايه؟ هحطها السكوير اللي هي او البراكتس اللي هي العاديه. تمام. عايزين نعرف بقى نطبعها ونعرف النوع بتاعها. ممكن اخد دمت عشان الوقت كده، ناخدهم كوبي بيست بالشكل ده، ونغير بس المتغير نخليه واي. تمام. فهنا برنت واي هيطبع لي القيمه دي، وكمان هعرف النوع بتاع الواي فاخليه واي. تمام. ونعمل ران للكود. فهنا بيقول لي ايه؟ طبعها لها اهو بالشكل ده بالاقواس بتاعتها العاديه، واما اللي دي نوعها طبل. طب واحد يقول لي انا عايز اعرف الفرق ما بين الطبل واعرف الفرق ما بين الليسته اقدر اغير فيها، يعني اقدر اعدل في الليسته دي. تمام. يعني في فانكشن وفي ميثودز اقدر اغير الليسته ديت، واقدر اضيف واقدر احذف في الليست، ولكن الطبل ما اقدرش احذف ولا اضيف ولا الكلام ده، ما اقدرش اعمل حاجه. الحاجات اللي انا بحطها هنا ما اقدرش اعدل فيها ولا اعمل فيها اي حاجه. تمام. يا رب تكون وصل. دي ابسط حاجه لحد ما ناخدهم ان شاء الله. هناخد الليست والطبل، وهناخد بعد كده النوعين التانيين اللي فاضلين، هناخدهم بالتفصيل ان شاء الله. فما تقلقش، كل واحده هتاخدها
في محاضرتين او محاضره كمان. ماشي تمام. تعالى بقى ناخد النوع السابع معايا وهو الست. الست دي بتبقى في حاجه اسمها الكيرلي براكتس، هي نفس الكلام ده بس في كيرلي براكتس. تعالى كده نشوف، تعالى نشوف. هنعمل متغير نسميه زد مثلا، واخد نفس القيمه دي. تمام، هناخد نفس القيمه دي عشان اوريك التشابهات اللي ما بينهم. ماشي، هغير بس الايه القوس دي، هخليها بالكيرلي براكتس، خليها كيرلي براكتس اهي. تمام، وتعالى نطبع بقى، نطبعها وكمان نشوف النوع بتاعها عشان تعرف ان هي نفس الفكره، بس الست ديت متميزه شويه عن في حاجه. اقول لك الحاجه دلوقتي ايه. لو جينا نطبعها وجينا نعرف النوع بتاعها، يلا شغل كده الكود اهو. قال لي قام طبعها لك بالشكل ده، وقام لي دي نوعها ايه، دي نوعها ست. تمام، يبقى أو الاول كانت ليست اللي هي بالسكوير براكتس كده. تمام، والثانيه كانت طبل، وديت اما كانت بالبراكتس العاديه، اما ديت بالكيرلي براكتس اما كانت ست، او نوعها ست اما كانت بالكيرلي براكتس. كده احنا فهمنا الثلاث انواع المتشابهين. ولكن الست متميزه عنهم في ايه؟ الست ديت ما اقدرش اعمل لها اندكس. يعني اقدر هنا في الليست اقدر انادى على اول عنصر، واقدر انادى على ثاني عنصر بس، واقدر انادى على ثالث عنصر بس، والكلام ده هنعرفه بعدين. تمام، اما في الطبل اقدر برضه انادي واعمل لهم سلايسنج كمان. هنعرف يعني ايه اندكسنج وهنعرف يعني ايه سلايسنج بعد كده. عايزين نعرف يعني ايه ست. الست ديت قلنا ان هي ما اقدرش اعمل لها اندكسنج وسلايسنج، يعني ما انهضش انادي كده على 10 بس، ما انهضش انادي على 10 وعصام مع بعض واسيب واحد مثلا مش عايزه. دي بنسميه السلايسنج. فعايزين نفهم بعد كده، هنفهمها ان شاء الله بعد كده بالتفصيل. تمام تمام. دي اول حاجه في الست، ان انا ما اقدرش اعمل الحاجتين دول. كمان الست تمنع ان انت تستخدم او تحط هنا جوه القيم بتاعتها، ما اقدرش احط حاجه اسمها الطبل. يعني ما ينفعش اخد دي واحطها جوه هنا، صح؟ لا، ينفع اخد الطبل بس ما ينفعش اخد الليست. ازاي الكلام ده؟ اهو لو خدنا ده كده، لو خدنا ده كده، خدناه كوبي كده وحطيناه جوه كده كقيمه، يعني خدناه كقيمه حطيناه جوه، هل ينفع هيشتغل؟ تعال نشوف. هيشتغل طبعا اهو، اشتغل وحط لي القيمه جوه وطبعها لي اهيت، وده قال لي برده ان هي ايه نوعها ست. تمام تمام، كويس قوي. ولكن انت عارف لو غيرت الاقواس وخليتها سكوير براكتس بالشكل ده، لو غيرت الاقواس وخليتها سكوير براكتس، فبالتالي كده مش هيشتغل معايا، لان ما بيشتغلش في الليست. الست تقول لك انا بمنع الليست ده اهو. شوف هيقول لي دي مشكله. ايه المشكله بقى؟ اقرا كده مشكله. امان لي في مشكله في الايه، في النوع. فما لي ما ينفعش ان احنا نستخدم الليسته في العنصر ست، في العنصر اللي هو ست. تمام، فما ينفعش نستخدم الليسته في العنصر ست، بس ينفع نستخدم الطبل. يبقى ينفع نستخدم في الست طبل بس ما ينفعش ان احنا نستخدم ليست. ينفع كمان استخدم ارقام بانواعها، اذا كان رقم انتجر او رقم فلوت او رقم كمان كومبلكس، وكمان استخدم النصوص. تمام، بس ما ينفعش استخدم الليسته، ما ينفعش استخدم الليست. وكمان ما ينفعش استخدم حاجه اسمها الديكشنري. هتقول لي يعني ايه الديكشنري دي؟ هقول لك الديكشنري عباره عن ايه. بص يا سيدي، ده سابع نوع وده اخر نوع معايا اللي هو الديكشنري. ايه الديكشنري بقى؟ الديكشنري عباره عن ايه؟ الديكشنري عباره عن ديكشنري اهو. تمام، وده بيبقى كيرلي براكتس برضه. هتقول لي طب ايه اللي بيفرق الكيرلي براكتس دي عن دي؟ هقول لك ان دي بتاخد قيم عاديه اهي، دي قيم ايه عاديه، وتفصل ما بينهم بكوما، بتفصل ما بينهم ايه بكوما. اما الديكشنري ده انت بتحط حاجه اسمها كي وحاجه اسمها فاليو. طب ايه الكي والفاليو ده؟ بابسط مثال، والمثال ده بينطبق على الديكشنري ببساطه. لو رحنا لاي كتاب هتلاقي في اخر كل كتاب فهرس. الفهرس ده بيبقى مكون من حاجه اسمها ديكشنري، بيبقى قاموس. القاموس ده بيبقى عباره عن كي وفاليو. لو مسكنا مثلا المصحف فهتلاقي ان عندك في الفهرس بتاع المصحف هتلاقي ايه؟ هتلاقي ارقام الصفح وجنبها القيمه بتاعت الصفحه. يعني مثلا في صفحة 1 سورة الفاتحة، الصفحة 2 هتلاقي مثلا سورة البقرة، وهكذا. ده بيبقى عبارة عن كي وفالي. فخلينا ناخد مثال كده. لو عملت مثال سميت عندي متغير سميته اس مثلا، تمام، هحط فيه الديكشنري دي، احط اول قيمة مثلا اول صفحة احطها مثلا، اشوف عملته ازاي. لازم بتحط الكولون ما بين الكي وما بين الفالي. الكي مثلا اول صفحه هحط فيها النص ده عصام مثلا، واحط كوما عشان افصل ما بين الصفحه الاولى والصفحه الثانيه. واثنين الصفحه ده رقم 2 احط مثلا احمد مثلا، واطلع برضو احط ايه، احط كوم، احط في رقم 3 احط مثلا علي، اي حاجه انت عايز تحطها. ماشي تمام. تعالى بقى نطبع الكلام ده. فاما اروح اطبع الكلام ده، تمام، تعالى نطبعه كده، هلاقي ان هو اتطبع معايا اهو
وجاب لي الديكشنري اللي هو 1 عصام 2 احمد 3 تمام. طب عايز اعرف النوع، تمام، هقول لك التايب النوع بتاعنا، معلش احنا كتبنا تايب غلط، هنكتب التايب بتاعتنا ونحط التايب للاس للمتغير اكس، تمام، ونشغل ونران للكود، تمام. الديكشنري قال لي دي نوعها DICT اللي هو اختصارا للديكشنري اللي هو القاموس، تمام. كده عرفنا النوع وعرفنا ازاي وممكن كمان اطبع القيمه واحده بس، اقدر استخدم او اطبع قيمه واحده بس. فنفترض ان انا هطبع قيمه عصام بس واحده، فعشان اطبع قيمه عصام هتروح تكتب عصام؟ لا، هتروح تكتب كي بتاعت المفتاح بتاعها. عشان اروح اشوف القيمه اروح افتح ايه؟ الفاليو. معلش انا عملت ايه هنا؟ هنحط اس، شوف انا بحط اس اهو، تمام، وافتح هنا سكوير براكتس. اول ما افتح سكوير براكتس، شوف ارجع تاني كده، اول ما افتح سكوير براكتس هيقول لي ايه؟ 1 2 3. عايز الفاليو بتاعت الكي 1 ولا الفاليو بتاعت الكي 2 ولا الفاليو بتاعت الكي 3؟ هقول له لا، عايز بس بتاعي 1. فيطلع لي عصام. تعالى كده الرن، هيطلع لي عصام، طلع لي عصام. طب مثلا تعالى نعملها كذا مره بقى، ماشي، واغير 1 ديت اخليها 2 مثلا، اخليها 2 و2 دي اخليها 3، ماشي تمام. ارن لي الكود، عامل لي عصام، و2 ديت قايلها لي احمد، وعلي هنا قايلها لي 3. اقدر اغير 1 ديت اخليها مثلا 100، مش شرط بقى، او اخليها 99. فهنا نندى على 99. اول ما اندى على 99 هيجيب لي برده عصام، تمام. طب لو شلتها 1 زي ما انا كنت سايبها هيجيب لي ايرور طبعا، هيقول لي في ايرور هنا ان مفيش اصلا 1، مفيش كي اسمه 1، تمام. في مشكله في كي ايرور، تمام. بيبقى كده فهمنا انواع البيانات كلها ببساطه شديده يعني، تمام. واشوفكم المحاضره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بخطوة توصل